عاوزك كده بسم الله الرحمن الرحيم تعتمدي طريقه اللانشون الفراخ ديت، عشان اللانشون الفراخ ده مدخن. بصوا يا جماعه، هو طعم تحدي، انتوا مفيش حل غير لازم تجربوها. هو ده الجمال. كل اللي هنحتاجه 3 عدد صدور فراخ، ننضفهم كويس جدا ونغسلهم وننشفهم، وبعد كده نبدا نقطعهم مكعبات. وعشان اللي محتاج اللانشون يبقى ناعم قوي، يبقى لازم يتفرم كويس قوي، فعشان كده استخدمت كبه سكريه اللي هي بتفرم من حاجه كويسه قوي، وعندها غطا كمان غير قابل للكسر، والسلاح فيه كمان 4 شفرات وحادين جدا، والخامه جامده قوي. الحله الاستانلس على فكره بتيجي 4 لتر 800 واط. خدنا صدور الفراخ حطيناها وحطينا عليها مرق باودر، وحطينا عليها معلقه نشا، 2 عدد بياض بيض. ركزي بقى في الخطوات بقى. ربع كوبايه من زيت الذره، معلقه كبيره من البابريكا المدخنه، شويه ملح وشويه فلفل، ونغطي يا باشا على الكبه ونقوم مشغلين. عندها سرعتين اتنين، في سرعه صغيره وفي سرعه كبيره. بشغل على السرعه الصغيره الاول، بعد كده السرعه الكبيره. ما شاء الله ثواني تلاقي فرمت الحاجه. حطينا شويه فلفل مجروشين، وبعد كده نرجعها تاني، وبعد كده نقوم مدينا فرمه كمان صغيره. خش عليا نحضر الفويل، وبعد كده نقوم حاطين عليها ستريتش. وبعد كده عايز اقول لك الكبه كمان بتيجي معاها سباتولا كده عشان تنضفي بقى السلاح. شغل عالي ده، خلي بالك. ناخد بقى الخليط الجميل ده ونقوم حاطينه كده، ونحط زيتون يا جماعه شرايح اخضر في النص، ونضغط الضغطه التمام، ونلف ونلف ونلف، وهوب نقوم واخدينها بالفويل ونلف كل ايد عكس الثانيه، عشان يتكون عند اللانشون والقالب يبقى زي ما قال الكتاب بالظبط، شكل اسطواني. حله ومصفى، ونحط الباشا ده كل شويه نفضل نقلبه لمده ساعه الا ربع بالظبط، والحله فيها نصها ميه. ويا باشا تعال نفك ونشوف الجمال عامل ازاي. ما شاء الله ما شاء الله. عشان عندنا الاسترتش يا عيني على اللمعه. شفت الشكل الصواني عامل ازاي؟ نسيبه يبرد بقى شويه. يا عيني بقى على الجمال اللي جاي. باربيكيو صوص يا جماعه، وشويه بهارات مدخنه عليها كده من فوق، ونقوم ماشيين عليها بالفرشه. نجيب عندنا فحمايه ونقوم حاطينها في الفرن، والفرن ما يكونش شغال، ونقوم حاطين عليه شويه زيت ونسيبه يدخن براحته ربع ساعه كده ولا حاجه. بعد كده ناخده بعد ما تدخن وعمل الريحه الجميله، نقوم حاطينه في التلاجة، وتعالوا نقطع ونستمتع باحلى لانشون حرفيا فراخ مدخن ممكن تشوفيه. والله يا جماعه انا ممكن اول مره اكون بحلف على حاجه، بس والله طعمها جامد قوي. مفيش حل غير لازم تجربوها. هو ده الجمال. كبه سكاني بتيجي معاها ضمان سنه يا جماعه. سكاني كلام تاني.